والسلام ورحمة الله يا كابتن. يعطيك الصحة العافية. المعروف طبعا ميمي، أقول لك أهلا وسهلا فيك. هدف جميل، أعتقد نقطة مهمة بعد 5 جولات بالنسبة لكم، لكي الآن تفكروا بهدوء إلى أن يعود الدوري تقدرون تكسبون نقاط وتبتعدون عن منطقة الخطر. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم صراحه انه قدمنا مباراه جميله. الشوط الاول استقبلنا هدف، لكن الحمد لله والشكر انه قدرنا الشوط الثاني نرجع. وصلنا اكثر من مره للهدف، سجلنا هدف بالدقائق الاخيره. قدرنا ندير المباراه بشكل جيد، كنا قريبين للفوز، لكن الحمد لله والشكر انه هذا حال كره القدم. علينا ان ننسى هذه المباراه، علينا ان شاء الله بالمباراه القادمه راح يكون توقف. اكيد يعني راح يكون اسبوعين. من خلال هذا التوقف اكيد المدرب راح يراجع يعني الاخطاء اللي حصلت بهذه المباراه والمباريات السابقه، وان شاء الله التوفيق للجميع. أهم النقاط اللي تقدر تشاركنا فيه وتشارك مشاهدينا الكرام، خصوصا بعد تسجيلك للهدف التعادل، ليس الهدف الذي ألغي، هدف التعادل، شفنا في جرأة هناك، يعني حسيتكم وكان هناك توجيه بأنكم تستطيعون أن تأخذوا النقاط الثلاث حسنات. يعني ما قلت بنحافظ على النقطة، لا يمكن نقدر نفوز بالمباراة. كان يعني كنا قريبين للفوز، لكن الحمد لله والشكر انه هذا حال كرة القدم. قدمنا كل ما عندنا بهذه المباراة، بالاخير حصلنا على نقطة. ان شاء الله القادم افضل راح يكون ان شاء الله. كلمة للجماهير العراقية ان شاء الله في التصفيات، وان شاء الله تحققون حلم العراق في التصفيات. كلمة ان شاء الله اكيد، يعني الجمهور العراقي ينتظر ما عندنا الكثير ان شاء الله، من يعني ينتظر من عندنا اللاعبين، احنا ان شاء الله نقدم كل ما عندنا ونتمنى لهم التوفيق ان شاء انت الله. لاعب مميز واحنا سعيدين فيك. شكرا جزيلا. شكرا لك.